هنا عندي 2 معالق ديال الجلجلان. عبرت بهاد المعلقه هذه، راها كبيره شويه وغارقه. ها معلقه، ها المعلقه الثانيه، معلقه صغيره ديال النافع، 2 بيضات. هنا غناخد 6 غرام ديال الخميره، وغناخد نص الكميه ديال النسمه ديال الزهر. عندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس تاع اللوز مغسول، وعندي نص كاس ديال السنيده. بطبيعه الحال الحلاوه كتبقى اختياريه، بغيتو ديروا قل من هاد نص كاس ديروا، بغيتو ديروا اكثر ديروا. هذا الفقاس. هنا عندي نص معلقه ديال القرفه. هذا كميه صغيره، يعني بحال نقولوا حطه ديال الفقاس على قدنا. ما غاديش نديرو كميه كبيره، وانما غير دوازاتي ديك. نقولوا مثلا في العود اللي غنديرو كيلو من الحاجه، نديرو نص الكميه ونخلطوا نوعوا في الشكل ديال الحلوى ديال دوازاتي ولا للغلاء. ناخذوا نص الكميه كترخص علينا القضيه شويه، وانتي كتزعمي وكتنوعي الطبله ديالك. هنا غناخذ الجلجلان، غنحمر هاد 2 معالق ديال الجلجلان النافع حتى هو، ونرجع معكم. هنا خليت الجلجلان حتى سخن، عزت عليه النافع. مره نهزو بحال هكا باش ما يتحرقش لينا. ما نقليوش بزاف، غير يسخن حيت مازال تابعو الطياب. هنا غناخد البيض، غنزيد هنا البيضه الثانيه، وغنخلي شويه ديال الصفر باش ندهن، حيت انا هنا دايره نص الكميه. وغادي نديرو هنا، نخليه هنا. غنخليه على جانب. نزيد نص كاس ديال السنيده، ونضرب البيض مزيان حتى يولي اللون ديالو بيض، ما يبقاش في هذا اللون صفر، حتى تذوب لينا ديك السنيده. هنا البيض ديالنا تقال، السنيده ذابت. غنزيدو الزيت، داك نص كاس تاع الزيت. هانتوما البيض والزيت والسنيده هنايا عطينا الخاطر وضربنا. شو الخليط تقال، ما كيتقطعش. هانتوما لا ما كيتقطع. هنا غنزيد الزنجلان والنافع، غنزيد نص الكميه ديال الزهر، وغنزيد هنا 5 غرام حتى ل 6 غرام ديال الخميره، يعني اكثر من نص. نخليو غير شويه في هذا الساشي هذا. وغنضرب كل شيء. غنزيد هاد اللوز، ما غنقطعو ما والو، غير غسلته وخليته، غسلته وصفيته. هانتو نص كاس ديال العنبه ديال اللوز. غنخلط كل شيء. دابا بقى ليا غير الدقيق. هنا غنزيد غير بشويه بشويه. هنا راه كنحاول ندير معكم جميع المراحل بلا ما نقطع، وكنشرح غير بشويه بشويه بالنسبه للمبتدئات.
هاد الفقاس غير بالنسبه اللي بغيتي تنوعي الطبله باقل ثمن واقل كميه. هنا بحال درت 3 الكيسان، وانا كنخلط وكنقيس بيدي وكنشوف، كنعبر بيدي واش قاصحه واش باقا مرخوفه وكنشوف، حيت الا خليتها مرخوفه شنو هو الخطا؟ كتجي مشرشمه كتشرشم. غنزيد شويه تاع الدقيق هنا، ونحاول نجمع هاد العجين اللي بقى ليا هنايا. راه ما قاصحاش، خصني غير نخلطها باش تنسجم ليا. هانتوما نقسمها على النص باش ندير منها 2 حرابل. كانوا في قاده وحده، ناخذ شويه من هنا ونزيدو هنا. نحاول نقاد هاد الحرابل، نحيد هاد المعينات ونقي البلاصه ونرجع معاكم. في هاد الاثناء البنات وجدت اللاطه، مسحتها، درت فيها بابي كويسون، درت الفران يسخن. غنحاول نقاد هاد الحربول ونقسمو على 2 بحال هكا. سمحوا لي هاد القياس هذا خرج لي 2 حرابل، يعني انا بغيت غير حطه باغا ننوع في الطبله، مبغيتش ندير كميه كثيره باش تبقى الحلوى جديده وسخونه وطريه ومقرمشه. كنحاول نقاد كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروه هكا كيجي بحال المربع، ونحطو في اللاطه ونقاد هذا حتى هو. كنمشي في قياس واحد. انا غير بغيت نشارك معكم هذا الفقاس ديال الصديقه ديالي خديجه التوام، ما عندها لا قناه لا والو، وانما هذا الفقاس راه كيجي غزال من داكشي. كنحاول نقاد، ما كنديرش هذوك القنيتات هنايا باش ما تضيعش ليا العجينه، بغيت كيجيني كيف هنا كيف هنا باش حتى حاجه ما تضيع ليا. كنحاول نشرح لكم بالتفاصيل، واخا الفيديو غيجي شويه طويل، المهم راه فيه 2 وصفات، غريبه العجيبه والفقاس باللوز. هما 2 غندخلهم دابا في الفران. غناخذ هاد الكميه ديال البيض اللي خليت، غنزيد فيها شويه تاع الخل على حساب الزفوريه باش البيض ما يبقاش زفر، وغناخذ حبيبات ديال النسكافي.
هنا كناخذ الكيغدون كنحاول نثقب هاد الحرابل ديال العجين ديال الفقاس كله وكنشعل الفران وكندخل هاد اللاطه للفران. هنا بعد ما خرجنا من الفران كنخليه حتى يبرد. ملي يبرد كنحط عليه لا زيف لا والو، كيبرد وكنقطعو على الحجم اللي بغيت. ها نتوما كيفاش كتشوفوا غنقطعو كامل وندخلو الفران يكمل الطياب ديالو. واحد السر اخر البنات، الا ما بغيتوش تقطعوه وطيبوه وغير التطيبه الاولى ديال الحراب الاولي اللي لوبنا البنا، هادو كتخليهم تيبردوا، كديروهم في السلوفان، كديروه في الفريغو حتى النهار اللي تبغيوه اولا المناسبه اللي تبغيوها، وكتجبدوه كتخليوه يبرد من الثلج وكتقطعوه وكطيبوه بحال جديد. يلاه عجنتوه. وهذا هو الشكل النهائي، كيجي مكرمل وكيجي زوين وسخون. وملي تبغيو طيبوه التطيبه الثانيه، السر الاخر عاوتاني طيبوه على العافيه مهيله 100 وشعلوا غير من التحت، ما تشعلوش بجوج، غير من التحت. هنا انا ساليت معكم الفقاس، درت لكم بجميع الاسرار، ونبدا معكم غريبه العجيبه. يلا هو معايا. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده ليليه، عندي ساشيه واحد شويه ديال الخماره الحلوه، جوج فانيات، كاس لاروب ديال السنيده، عندي شويه الملحه، كاس لاروب تاع الزيت، عندي كاس ونص ما بين جلجلان وكاوكاو مطحونين مقليين ومطحونين، ما يكونوش محروقين، وعندي السكر كلاصي سبيسيال ديال التفنيد. عندي هنا كاس لاروب ديال السنيده، عندي كاس ونص ما بين جلجلان مطحون وكاوكاو بلدي، هنا شويه الملحه، عندي 150 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ باش تجينا سهله في الجميع، ما كندوبوهاش، كنخليوها هكا بوماد ديال الزيت، عندي جوج فانيات، عندي خماره واحد شويه، نخلط كلشي حتى ينسجم مع بعضو، الجلجلان كاوكاو الزبده الزيت السنيده، باش ما يبقاوش فينا هادوك ديال الزبده الطريفات تاع الزبده. نحاول نخدم كلشي. هذه غريبه العجيبه، كتجي بنينه وزوينه. اللي بغى يدير نفس نص المقادير يديرهم على حساب جيبو. ما نخليهاش جاريه مطلوقه وما نقصحهاش. نتوما عينكم ميزانكم، ديروا بشويه بشويه، ما ديروش دقه واحده. انا حيت فيسا كنديرها. كاين الفرص ثاني
اللي كيشرب. سمحوا لنا على هذا الازعاج ديال الشارع. هنا غنحاول ندير 20 حتى 22 غرام في كل كويره، ونوجد السكر كلاصي سبيسيال نديرو في اناء ولا نرجع معاكم. نوجد اللاطه نديرها الوسط، منقربهاش للعافيه، نخليها حتى تفرقع من الفوق، تشقق ماشي تفرقع، تشقق، عاد نهبطها لتحت راه دغيا كطيب. هنا درت الفران على 250 درجه ديال الحراره، ودخلتها الوسط والعافيه شاعله من الفوق حتى تشقات ليا، عادش هبطتها ودرت العافيه من التحت. راه ما كتاخذش الوقت بزاف، وخصكم تبقاو مقابلينها ودغيا كطيب. وهذا النوع ديال الفران راه ايتيمات، غير باش تكونوا على بال، حيت ماشي كاع الفرارن بحال كاين اللي كتكون عنده الحراره على 200، كل واحد والحراره ديال الفران ديالو. واحد السر اخر البنات، ملي تحسوا بها بدات كتشقق، غتاخذوا واحد المغرفه طويله وغتحاولوا تغرسوا هذيك اللوزه بهذيك المغرف. هذا هو